أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير، وحييكم من الفضائية الإريترية، وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء. أبدأها لكم بأبرز عناوينها. بحث برامج التنمية في جنوب البحر الأحمر. تكريم الطالبات المتفوقات في الإقليم الأوسط. تعزيز كفاءة التعليم الأكاديمي في مديرية شامبيكو. الجابون تعلن انسحابها من مهمة الأمم المتحدة. بوتين يتهم واشنطن بالقيام بأعمال قذرة. وفيضانات تجتاح ولاية كوينزلاند الأسترالية. كانت تلك عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. دعا حاكم الإقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي لدى لقائه سكان طيعو وعدة وودة لتعزيز مشاركة المواطنين لتنفيذ ناجح لبرامج التنمية الموضوعة لهذا العام، وقدم شرحا حول البرامج التي انطلقت العام الماضي وتتواصل بتوسع هذا العام، موضحا العمل لتوسيع الأنشطة الزراعية التي ظلت جارية في مناطق محدودة وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأشار إلى الجهود الجارية لحل مشكلة مياه بلدات طيعو وعدة وبرعسوله، مؤكدا بأن إرساء مشاريع المياه سيسهم لتجميع القرى. وذكر بأن العمل سيجري بقدرات السكان والحكومة على مراحل لصيانة وتوسيع الطريق الذي يربط الإقليم بالأقاليم الأخرى والطرق الفرعية التي تربط قرى الإقليم، حثا في الوقت نفسه السكان لتقوية أنشطة النفير. وناشد السفير محمد سعيد منتاي لتعزيز دور المواطنين لمكافحة ختان الإناث وزواج القاصرات وتدني المشاركة في التعليم لتأثيرها السلبي على التنمية، والمشاركة لتنفيذ تعليمات ومراسيم ضريبة الأرض والماشية. من جانبه أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد آدم علي عن وجود برامج كبيرة في المجالات السياسية والتنظيمية والاقتصادية، معربا عن ثقته لمواصلة سكان الإقليم مشاركتهم. وأكد السكان على البرامج لإنجاح البرامج الموضوعة لدورها في تحسين حياتهم المعيشية. قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط جوائز تشجيعية ل 570 طالبة أحرزن نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2017-2016. وفي مراسم تقديم الجوائز التي قدمت في مختلف مناطق الإقليم، أوضحت ممثلات الاتحاد بأن الاتحاد وبالعمل إلى جانب ترقية قدرات المرأة الاقتصادية والمهنية، فإنه يعمل أيضا للارتقاء بمشاركة ومنافسة المرأة في التعليم الأكاديمي، وأن تقديم الجوائز للطالبات المميزات يأتي في هذا الإطار. ودعا مدراء المديريات لمواصلة الطالبات التفوق التعليمي في المسيرة التعليمية القادمة. وفي غضون ذلك نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بالإقليم الأوسط حفلا ترفيهيا لأعضاء قوات الدفاع العاملين في برامج التنمية في منطقة مرحانو. دعا مكتب التعليم في الإقليم الأوسط للتعرف على القضايا المؤثرة سلبا على العملية التعليمية وإيجاد الحلول السريعة لها. وأوضح المكتب في التقييم الذي أجراه في 9 من مارس أن عملية تأمين كفاءة التعليم وتقوية نتائج الطلاب ترتكز على الكثير من العوامل، ويتطلب العمل المنسق لتنفيذ البرامج الموضوعة لحل الإشكالات الأساسية. وأشارت تقارير مدارس المديريات إلى تحسن مستوى التعليم بداية العام الدراسي هذا العام وتوفير وتوزيع اللوازم الدراسية في أوانها، موضحين بأن عدم الوصول المعلمين الجدد إلى أماكنهم في الأوان وعدم صيانة المدارس المهترئة تحتاج إلى الاهتمام. وأكد مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هتجابر عدم وجود مصاعب مقلقة لانتشار المدارس، لكن نتائج الامتحانات التي تقدم على المستوى الوطني لم تكن مرضية، وسيجري العمل الجاد لإصلاحه. وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد جبر يوهانس والدجرجيس بوجوب مشاركة كافة القطاعات المجتمع في الجهود التي تبذل لإصلاح الضعف الذي يظهر في العملية التعليمية. ويتابع أكثر من 155 ألف طالب، منهم نسبة 48% من الإناث، التعليم في مدارس الإقليم الأوسط هذا العام.
دعا مدير مديرية شامبوكو سيد كحساي أسرات لتضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لتقوية كفاءة التعليم ورفع المشاركة الطلابية. وأوضح في الاجتماع التقييمي للتعليم بوجوب تنسيق الجهود لرفع مشاركة المرأة في التعليم لتحقيق المساواة في جميع المجالات. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ تسفانكيل أرآيا في التقرير الذي قدمه عن وجود 27 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، لكن عدد الطلاب هو أكثر من 9000 فقط، ويعتبر متدنيا كثيرا مع عدد السكان وعدد المدارس. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن العمل جار لضمان تحقيق كفاءة التعليم والمشاركة والتعليم التطبيقي وخدمات تقنية المعلومات، داعيا المدارس لتعزيز جهودها. وأكد المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد فرانكو كوبابا على تعاون إدارة الإقليم لتحسين الأوضاع التعليمية. مشاهدينا الكرام، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوفيكم بالأخبار على الصعيد العالمي. كونوا معنا. أهلا بكم مجددا. حيث أعلنت الجابون نيتها سحب 450 جنديا ببعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى المينوسكا بحسب ما أعلن مسؤول في نيويورك. جاء في بيان رسمي أن وزير الدفاع سعى إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على انسحاب القوات الجابونية من جمهورية أفريقيا الوسطى في ضوء عودة السلام والاستقرار تدريجيا. وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أصدر تعليماته إلى الوزارات المعنية من أجل اتخاذ الخطوات المتعلقة بهذا الانسحاب. وسيؤثر قرار الجابون سلبا على مهمة الأمم المتحدة في جمهورية وسط أفريقيا، والتي كان قد تم تعزيزها في خريف العام 2017 ب900 عنصر بطلب من مجلس الأمن الدولي للتعامل مع تدهور الوضع الأمني. وشدد المسؤول في الأمم المتحدة على أن مهمة مينوسكا تحتاج سواعد إضافية. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة أمريكية الولايات المتحدة بأنها تمارس أعمالا قذرة وتلقي باللوم على الآخرين فيها. وقال بوتين في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية أن روسيا لا تبرر التدخل في الانتخابات الأمريكية ولا تفعل ذلك، ولم يستبعد في الوقت ذاته قيام بعض الأفراد باستخدام أدوات معينة في بلدان أخرى وإرسال معلومات ذات صلة من فرنسا أو ألمانيا أو آسيا أو حتى روسيا، لكن هذا لا علاقة له بالسلطات الروسية بحسب قوله. يذكر أن العلاقات الروسية الأمريكية تساءت بسبب الأزمة الأوكرانية وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس من عام 2014. كذلك ازدادت العلاقات بين موسكو وواشنطن تأزما، إذ أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، ردا على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها. اجتاحت مياه الفيضانات مناطق في ولاية كوينزلاند الأسترالية وغطت مراع وعزلت بلدات مع ارتفاع منسوب المياه الأنهار لتغمر نحو 200 منزلا. وأعلنت السلطات حالة الكوارث في بلدتي إنغام وهاليفاكس إلى الشرق، حيث أظهرت لقطات بث تلفزيون اندفاع المياه من نهر هربرت إلى الطريق الرئيسي. وقالت السلطات إنها لم تتلقى بلاغات عن إصابات رغم أن المياه غمرت 225 منزلا في مناطق متفرقة في إنغام. وتوقع مكتب الأرصاد أن يبدأ منسوب المياه في نهر هربرت وهو الأعلى منذ 2009 في الانحسار ليلا، لكنه قال إن التحذيرات من الفيضانات ستظل سارية بالنسبة ل6 أنهار على الأقل في الولاية. انطلقت اليوم أول فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات 2018، أحد أهم أحداث السيارات لهذا العام، الذي يشهد الكشف عن 61 سيارة من مختلف الماركات العالمية. ويشارك في المعرض شركة مرسيدس وفولكس فاجن وبي ام دبليو وآستون وفيات وشركات أخرى تطرح سيارات إنتاجية واختيارية، فضلا عن مشاركة السيارات ذاتية القيادة والكهربائية. وبحسب ما ذكر الصحف فإن السيارات الكهربائية تشارك في النسخة الحالية من المعرض على استحياء، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه تناميا واهتماما كبيرين عالميا.
ويضم المعرض 900 سيارة يطرحها 180 عارضا من بلدان مختلفة بحضور 110 مسؤولين حكوميين من الدول الأوروبية ودول العالم. أعزائنا المشاهدين، بهذا وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائيات الإريترية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي لكم في تقديم نور الدين خليفة. تصبحون على خير. إلى اللقاء.